فاحنا ساعه في اليوم هي مش مستحيله خالص. وخاصه ان احنا دايما بنقنع الناس، يا جماعه انت اهم حاجه في حياتك ايه؟ الناس اول حاجه هيقول لك عيلتي اه مثلا. العيله هي من اكتر الحاجات المهمه في حياتك صح فعليا. بس هي دايما بتيجي في المركز التاني. المركز الاول هي صحتك، عشان لو صحتك مش موجوده انت مش هتعرف تراعي العيله دي. صح. ولذلك احنا اغلبيه الناس اللي بيجوا لنا، جماعه انتوا ايه المشاكل اللي عندكم، سواء سنه كبير او صغير. فانت بتلاقي مثلا في مشكله اوباستي، او عنده كوليسترول عالي او ضغط او كده يعني. مم. فانت محتاج ان انت توعي الناس، يا جماعه الاكل والنوم والتمرين هم الاساس، مم. وبعد كده اي حاجه تانية. سنك صغير، عندك 25 سنه وعندك ديسك في رقبتك وفي اللور باك، ازاي يعني؟ او بنبتدي نوصل للثلاثينات ونشتكي بقى ايوه، احنا. الحاجات دي مثلا المفروض ان سنك معدي 60 نبدا نتكلم في مم. الكلام ده. لكن انت سنك صغير، ما نشوفش الكلام ده، مش المفروض يبقى عندك.